الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع يهم أي سيدة حامل، وهو تشوهات الأجنة أو تشوه الجنين. اشمعنى أنا بالذات أتكلم عن الموضوع ده؟ لأن أنا استشاري أمراض نساء وتوليد ومتخصص في طب الجنين. دورنا التوعية. ليه؟ علشان نتجنب المشاكل اللي ممكن تعمل تشوهات، وعشان لو حصل تشوهات بنشخصها، ولو حصل تشوهات هل ممكن نعالجها ولا لا. ده اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. اهم سبب لتشوهات الاجنه هو زواج الاقارب، وزواج الاقارب طبعا منتشر في مصر بطريقه كبيره جدا، وخصوصا في الدلتا والصعيد والمناطق اللي بيبقى فيها قبليه شويه او الناس قريبه قوي من بعض. بيفضلوا زواج القرايب، وده له تقريبا 40% من المشاكل الجينيه والتشوهات اللي بتحصل في الاجنه. ليه؟ لأن ده بيطلع الجينات المتنحية اللي ممكن تبقى موجودة عند الزوج أو الزوجة، لكن بزواج الأقارب بيظهر الجينات دي. زواج الأقارب من الدرجة الأولى، يعني زوج اتجوز بنت عمه أو ابن عمها أو ابن خالته أو ابن خالتها، هو ده المقصود بيه الموضوع ده. لكن القرابة من الدرجة البعيدة دي تعدي عادي. الموضوع مشكلته إيه بقى؟ إن لما بيحصل تشوهات لا قدر الله ممكن ده يؤدي إلى الطلاق، أو تكرار حدوث العيوب الخلقية أو المشاكل الخلقية، وده حمل نفسي جدا على الأب والأم، على الاثنين. لو في قرابة أو خلاص متجوزين قرابة من الدرجة الأولى، ممكن بنكشف قبل الزواج وبنعمل تحاليل جينات، بنعرف هل موجود جينات متنحية عند الزوجين ولا لأ، ونسب تكرار أو حدوث العيوب الخلقية الموجودة، ونعرف نسبتها كام علشان نقدر نقول هل هنتحمل حدوث حمل والنسبة دي ولا لا. الحاجة التانية، ممكن نعمل حقن مجهري مع تحديد جينات الجنين. يعني لو عرفنا ان في عيوب خلقية بتحصل في الولد، فبنعمل حقن مجهري ونحدد نوع الجنين انثى او العكس. او لو في جين معين عارفينه، الجين ده بنحلله ونعرف الجين موجود في الأجنة ولا لا. لكن يعيب الموضوع ده ان تكلفته عالية جدا، لان هو بيتباع بره مصر حاليا وتكلفته عالية جدا. بداية الموضوع بيبتدي ان احنا نبعد عن الاسباب بتاعته. اكتر سبب بيؤدي للتشوهات غير زواج الاقارب هو الملوثات الموجودة في البيئة. الملوثات دي نبعد عنها من قبل الحمل. زي ايه؟ زي الوزن. انت ليكي دور في الوزن، يعني تخش الحمل وانت مش تخينة، وانت ابعدي عن الجانك فود، اتحركي كتير، ابعدي عن الشاي والقهوة الزايدة قوي، يكون التبويض كويس، جودة التبويض كويسة، مالتي فيتامينز بناخدها من قبل الحمل، دي بتؤدي لجودة التبويض وبالتالي جودة الأجنة. لو انت عندك سكر قبل الحمل، لازم يبقى السكر التراكمي أقل من 6، وده ضروري جدا. الغدة الدرقية، لو اضطراب في الغدة الدرقية لازم تتظبط قبل الحمل. حمض الفوليك طبعا وتشوهات الجهاز العصبي، ان في جرعة يومية بتتاخد من 3 شهور قبل الحمل 400 مايكرو جرام. الجرعة دي لازم تتاخد لمدة 3 شهور، ودي بتقلل حدوث تشوهات الجهاز العصبي والمخ للجنين. أي زوجين بيخططوا للحمل أو الإنجاب لازم الزوجة تاخدها. السائل المنوي للزوج له دور برضه، يعني مش كله على الست، في السائل المنوي للزوج. في مشكلة حاجة اسمها DNA فراجمنتيشن أو تكسر المادة الوراثية في الحيوان المنوي، دي بيبقى لها دور في تكرار السقط أو تشوه الأجنة برضه. الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والصرع وأمراض الجلدية ونمو الشعر، دي برضو لها تأثير على الجنين. لازم طبعا بتتابعي مع الدكتور بتاعك يقول لك توقفيها ازاي وامتى. وفي أدوية بتتوقف قبل الحمل ب3 شهور، وفي أدوية لازم ب6 شهور. فدي متابعة مع دكتور النساء اللي انت متابعة معاه أو دكتور الجلدية. التاريخ المرضي السابق أو حدوث تشوه قبل كده، بنحكم بالامراض الوراثيه بنسبه التكرار. يعني احنا بناخد مثلا الست دي كانت عامله سونار رباعي او ثلاثي الابعاد سابق، بنبص عليه ايه المشاكل اللي كانت في الجنين، او بنبص على تحليل جينات الجنين اللي كانت موجوده، او بنقدر نعرف هل دي طفره جينيه، يعني سبوراديك، حاجه عشوائيه حصلت في الجنين اللي فات ده فتكرارها قليل، ولا لا ممكن بنسبه 100% تتكرر او 50% تتكرر او 75% تتكرر. ممكن نعمل فحص الجينات الوراثيه للجنين، او عينه من السائل الامنيوتي، او عينه من المشيمه. كل ده في الحمل اللي فات اللي حصل فيه المشكله، وبالتالي نقدر نحدد الحمل اللي جاي ايه اللي هيحصل فيه. نتكلم دلوقتي عن تشخيص تشوهات الجنين. اولا مين اللي هيعمله؟
التشخيص تشوهات الجنين مش لازم سونار رباعي وخماسي الابعاد، وفي نقطه عايز اوضحها للناس ان مفيش حاجه اسمها خماسي الابعاد. السونار هو اساسه 2 دي اللي هو ثنائي الابعاد، وبيتم بيه فحص 95% من التشوهات او العيوب الخلقيه اثناء الحمل، بس لازم يكون طبعا جهاز كويس والدكتور اللي بيعمله يقدر يقيم كويس ويقدر يفحص اعضاء الجنين كويس. ال 3 دي ده بيحط فوليوم على ال 2 دي، يعني بيجمع 3 ابعاد مع بعض وبيدينا الصوره المجسمه اللي هي بتبقى شبه الكرتون دي، ودي بتبقى صوره ثابته. ال 4 دي اللي هو اللي بعده، وده بيضيف بعد الزمن للثلاث ابعاد اللي فاتوا، فبيدينا صوره زي الفيديو كانه فيديو بيتحرك، وبنقدر نتابع حركه الجنين والتسلسل الحركي بتاعه اعضائه والاطراف. لكن ما فيش حاجه اسمها خماسي الابعاد. بنعمل ايه بقى في فحص التحاليل اللي ممكن نعملها؟ في حاجه اسمها نون انفيزيف برينيتال تيستنج، يعني ما بناخدش بقى العينه ولا سرنجه ولا حاجه من الكلام ده، احنا بناخد بس عينه صغيره خالص من دم الام زي اي تحليل بيتعمل، وبناخد فيه بري فيتال دي ان ايه، يعني بندور على خلايا للجنين ونحللها ونعرف هل في جينات الجنين سليمه ولا لا. التحليل ده بيتعمل عند 10 اسابيع تقريبا، وبيتباع بره برده، ما بيتعملش هنا، تكلفته برده عاليه شويه، بيتعمل في خارج مصر كتير، لكن لسه هنا الامور هتتحسن مع الوقت. الحاجه الثانيه ممكن تتعمل انفيزيف، ان احنا بندخل ابره من 12 ل 14 اسبوع وناخد عينه من المشيمه. نسب السقط، حدوث السقط في الحاجات الانفيزيف او اللي فيها عدوانيه شويه في التحاليل دي تقريبا نص في المية، يعني النسبه مش عاليه، لكن هو الموضوع يعني السيده بتعتبره كانها عمليه، لكن هو الموضوع ابسط من كده. الحاجه الثانيه هي سحب السائل امنيوسي، ان احنا بناخد عينه شويه من الميه اللي حوالين الجنين، وده بيتعمل عند 14 اسبوع، بعد 14 اسبوع، وبنحلل برضو الجينات، وتقريبا التحليل الجينات والكلام ده بيطلع تقريبا في خلال اسبوع. في تحاليل دم سكريننج، يعني اللي قلناه ده بيشخص، ده تشخيص، لكن في تحاليل اشك فيها زي الدبل تيست اللي هو التحليل الثنائي، والثلاثي التريبل تيست، والكوادرابل تيست اللي هو الايه الرباعي. اهم تحليل فيهم هو التحليل اسمه كومباين تيست، ده الاهم حاجه فيهم، وده اللي بيتعمل من 11 ل 14 اسبوع. بنقيس فيه التخانه بتاعه رقبه الجنين، اسمها نيوكال ترانسليوسنسي، وبنقيس فيه تحليل دم اللي هو تاب ايه مع الاتش سي جي. التحليل مع قياس التخانه بتاعه الرقبه او القفا بالسونار ده مهم جدا في تشخيص تشوهات الجينيه الجنين زي الداون وزي ترايزومي 13 و18. دي كلها تشوهات في الجنين جينيه للجنين بنقدر نعرفها من التحاليل دي. طبعا اعضاء الجنين لازم بنطمن عليها في الفتره الاولانيه دي بالذات، يعني السونار ثلاثي الابعاد او رباعي الابعاد ممكن يتعمل من 9 ل 12 اسبوع، يعني مبكر، والاهم منه وهو من 20 ل 22 اسبوع، ده الاساسي، يعني اي ست حامل لازم تعمل سونار ثلاثي او رباعي الابعاد من 20 ل 22 اسبوع. ايه لازمته يا دكتور؟ لازمته ان لو اي مشاكل في الجنين نقدر نتعامل معاها، ما نجيش ساعه الولاده نفاجئ الحق ده عنده كذا في رقبته، الحق ده عنده كذا في القلب، ودكتور الاطفال نلخبطه، لا، لازم اكون عارف قبل ما اسلم الطفل لدكتور الاطفال اقول له خد بالك في كذا، او الامور تمام وما عنديش حاجه واضحه فيه. الموضوع ده مهم جدا، اساسا نعمله، مش بنعمل رباعي الابعاد رفاهيه، لا، بنعمله في الفتره دي، ده اساسي. في الفتره الاولانيه ممكن نعمل ثلاثي او رباعي الابعاد، بنطمن فيه على حاجه اسمها داكتس فينوزا، ده جزء بيطلع من الحبل السري، بيبان فيه الداون سندروم وتشوهات الجينات. بنشوف المناخير، عظم المناخير، بنشوف التخانه بتاعت الرقبه زي ما قلنا، وما اقدرش ادي راي قاطع فيه قوي لان الحساسيه بتاعته مش 100%، لكن بقول لو انا شكيت فيه ببتدي اخش في الانفيزيف تيستنج اللي هي التحاليل اللي بناخدها بسرنجه او عيان. زي ما قلنا ان السونار التفصيلي بيتعمل من 20 ل 22 اسبوع، وده اللي بنقدر قوته تقريبا في التشخيص 90%، بنقدر نعرف فيه حاجات كتير جدا عن الجنين. في حاجات ما بتبانش فيه، مش كل حاجه بتبان فيه طبعا، لكن في مشاكل ما بتبانش فيه اللي هي المشاكل الوظائفيه زي التوحد، زي ضعف السمع، زي الرؤيه، زي المشاكل ممكن برضو تعوق القدره ان انا اشخص، القدره التشخيصيه، زي تخانه جدار البطن عند الام، يعني الام مليانه جدا او تخينه جدا، ده بيقلل وصول الاشعه، وبالتالي تشخيص انا كدكتور ما بيبقاش قوي 100%. دهون جدار البطن، وضع الجنين غير مناسب، لو في مشيمه اماميه لانها بتؤدي الى تضييع الاشعه او اضعاف الاشعه، وده طبعا زي ما قلنا لازم يتعمل ايه؟ روتين.
نخش على الخطوه اللي بعد كده وهي العلاج. هل في علاج للاجنه جوه البطن داخل البطن؟ في علاج بيتعمل، لكن لبعض الحالات والتكلفه بتبقى عاليه جدا، ولسه في مصر برضو الموضوع ده مش ادفانسد او متقدم قوي. علاج التشوهات الكروموزومات زي الداون والكلام ده لا ملهاش علاج، لان هو الجنين خلاص ربنا خلقه كده وطبع على كده خلاص. تشوهات الاعضاء زي الشفه الارنبيه او ثقب في القلب او اعوجاج في الرجل، دي حاجات بتتعالج بعد الولاده، ما بتتعالجش في البطن، ولكن بعرف الام عشان ما تتصدمش بعد الولاده، وبنعرف دكتور الاطفال بحيث يبقوا مجهزين الكير او الرعايه اللي هتتعمل بعد الولاده. في حاجات بتتعمل اثناء الحمل ممكن تتعالج ممكن، زي ايه؟ زي السباينا بيفيدا او الفتحه اللي في الجدار العمود الفقري من ورا، او الميه اللي بتبقى على المخ الهيدروكيفلس، ودي بيتعمل لها شنط، ممكن يتعمل شنط داخل الحمل. في حاجه في المثانه اسمها انسداد في المثانه، ان المثانه ما بتطلعش بول نتيجه انسداد فيها، وده بيتعمل فيتوسكوبيك ليزر، بيفتح الفتحه اللي هي بتاعت المثانه بحيث الجنين يعرف يطلع بول جوه البطن. الفتق بتاع الحجاب الحاجز ممكن يتعالج جوه البطن. ضمور الرئه، ان بيتحط بالون في التراكيه من فوق، وده بيؤدي الى نمو الرئه، ان انا بيتحط فيها فلويدز فده بيكبرها. الكلام ده كله بيتعمل بالفيتوسكوب. في امال واعده ان شاء الله فيه ان هو يزيد جدا في مصر ان شاء الله الفتره القادمه. الاهم من ذلك هو حالات التوائم، حاجه اسمها توين تو توين ترانسفيوجن سندروم، ان في جنين بيدي الجنين الدم بتاعه، وبالتالي بيبقى في جنين كبير وجنين صغير، جنين فقير وجنين غني، فبنبتدي نقطع الوصله اللي ما بين الاثنين بحيث الجنين الفقير ده يقدر يوصل له الغذاء بتاعه اللي هو حقه. الحالات دي برضه ممكن نعمل فيها شفط الميه الجنين، ان احنا بنشفط الميه الزايده من واحد عشان الضمور اللي ممكن او المشاكل اللي تحصل فيه او الولاده المبكره. لو لقينا مشاكل في الجنين او تشوهات، ممكن السونار الثلاثي او الرباعي يتعمل عند 2 دكاتره عشان نوصل لراي قاطع، لكن لازم يكونوا دكاتره متخصصين في طب الجنين. ممكن نعمل حقن مجهري مع فحص الجينات لو الموضوع اتكرر، ونعرف الجنين اللي جيناته سليمه ده اللي نحطه في الرحم، والجنين اللي مش سليم ده نستبعده عشان ما نخشش في المحاوله دي. وطبعا كل ده بيتم بالتعاون مع دكتور او طبيب الجينات الوراثيه، يعني ما ينفعش دكتور نساء لوحده او متخصص في طب الجنين لوحده يعمل الموضوع، لكن لازم ده كونسولت ودكاتره بيبقى كلهم مع بعض. في نهايه الفيديو بتاعنا بنتمنى لكم حمل امن وولاده سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.